فيلم ذا بلاتفورم او المنصة فيلم خيال علمي واثارة اسباني قلب الدنيا على نتفليكس وقت ما نزل. الفيلم ده بيدي ضربة قوية للطبقية وعدم المساواة. في حاجات كتير بتحصل هتخليك تفكر كتير بعد ما تشوفه. هنراجع الفيلم بتفصيل شديد عشان اللي ما شافش الفيلم ياخد فكرة كاملة، اما اللي شافه هنتناقش فيه مع بعض. يلا بينا نبدأ الرحلة دي. الفيلم من اخراج غالدير غاستيلو. الحقيقه انه ابدع في خلق عالم مرعب ومثير جدا. الفيلم بيتصنف على انه خيال علمي واثاره، لكنه في حقيقه اكتر من كده بكتير. بيحمل رساله قويه جدا عن الطبقيه وعدم المساواه. تنويه بسيط قبل ما ندخل في القصه، الفيلم فيه بعض المشاهد الخارجه وكثير من العنف. الفيلم بيبدا معانا مع البطل اسمه غورن، اللي بيصحى فجاه يلاقي نفسه في طابق رقم 48 في سجن عمودي غريب. السجن ده بيتكون من عدد غير محدد من الطوابق بشكل عمودي. كل طابق فيه زنزانة، والزنزانة فيها 2 نزيلين. معاه في الزنزانة واحد عجوز اسمه تريماجاسي. طريقة تصميم السجن غريبة شوية، هي عبارة عن طوابق متعددة، كل طابق فيه زنزانة. الزنزانة من فوق فيها فتحة مستطيلة، والأرضية بتاعة الزنزانة فيها فتحة برضو مستطيلة، ففي الآخر بيبقى غرفة فيها فتحة من فوق ومن تحت. بينزل من الغرفة ديت حاجة بيسموها المنصة، أو حاجة شبه الترابيزة أو الصينية الكبيرة. الصينية دي بيبقى عليها أكل كتير جدا من كل الانواع اللي ممكن تتخيلها. بتنزل الصينيه ديت مره واحده في اليوم، بتنزل في الزنزانه، بتقعد دقيقتين بالظبط ياكل منها المساجين، وبعد كده تنزل تروح على الطابق اللي بعديه. اللي بيحصل بقى انه الطوابق كتيره جدا. الطوابق المفروض انها 333 طابق. الطوابق معموله بطريقه عكسيه، يعني اول طابق فوق هو رقم 1، بعد كده بتنزل لتحت خالص لحد اخر طابق تحت اللي هو 333. اللي بيحصل بقى ان الصينيه بتبدا من فوق، بيبقى عليها كل انواع الاكل اللي انت تتخيله، اكل بانواع كتيره. بينزل في الطابق اللي فوق اللي هو رقم 1، بياكل منه المساجين، بياكلوا على قد ما يقدروا. بعد كده بتنزل على الطابق اللي بعده اللي هو رقم 2، وياكل منه برضو المساجين. فبتفضل تنزل بالطريقه ديت لحد ما نوصل لمرحله معينه ما بيبقاش فيه اكل. المرحله دي ما بتبقاش عند اخر طابق تحت اللي هو 333. اللي بيحصل ان انت ممكن عند 200 مثلا يبدا الاكل ينتهي، او عند 150 يبدا الاكل ينتهي، وتبدا كل الناس دي تعاني من عدم وجود اكل. فهنا الرمز هنا بيقول لك انه اللي فوق بياكل اكتر وعلى قد ما بيقدر، واللي تحت ما بيلاقيش ياكل. اللي بيحصل كمان ان كل اللي فوق بيتعاملوا بطريقه انانيه، فتلاقي كل واحد من اللي فوق بياكل وما بيعتنيش بانه ينزل الاكل ده بشكل سليم للي بعده. فتلاقيه ممكن يحط فيه بواقي الاكل، اكل وفضل شويه عظم يحطهم فيه، اكل وفضل ازازه فاضيه فبيحطه في وسط الاكل، فبينزل للشخص اللي بعدك الاكل متاكل منه وشكله مش منظم، وممكن ما يبقاش نظيف كمان. غورنغ في البداية مش قادر يستوعب الظلم ده وبيرفضه، لكن تريماجاسي الراجل العجوز بيقول له ان هو ده النظام واحنا هنمشي عليه شئنا او ابينا. في البداية بينزل الاكل كل يوم، وغورنغ مش بيرضى ياكل منه، رافض الفكرة ومنظر الاكل وطريقة التقديم ليه. بيعدي يوم واثنين وثلاثة ما بيرضاش ياكل غورنغ، ولكنه في النهاية بيضطر انه ياكل لان الجوع بيألمه. بيحصل ما بينهم حوار بنعرف منه ان غورنغ دخل السجن بارادته عشان يحصل على شهادة علمية. اما الراجل العجوز بيحكي له انه كان شخص مستهلك لكل المنتجات اللي كانت بتيجي في التلفزيون. كل ما ينزل منتج جديد في التلفزيون يروح يشتريه، كل ما ينزل منتج احسن يروح يشتريه، لحد ما لاحظ بانه كل شويه بيشتري منتجات وبتنزل حاجات افضل، وحس انه بيضحك عليه وان الموضوع كله بيزنس. فزهق من التلفزيون خالص وبدأ يرميه من الشباك. لما رماه من الشباك التلفزيون وقع على حد من الشارع اللي ماشيين في الشارع، فالشخص ده مات. فبالشكل دوت الراجل العجوز اللي هو تريماجاسي اتحبس لانه قتل شخص. نظام السجن ان النزلاء كل شهر بيتغير مكانهم، بيتم تخديرهم في يوم معين ويتنقلوا لطابق تاني. الطابق دوت ممكن يكون فوق او تحت، انت وحظك. يعني انت مثلا لو في طابق 35 وجي وقت ان هم ينقلوك، ممكن تصحى تلاقي نفسك في طابق 200 او في طابق 15.
في مرة من المرات لما بتنزل الصينية ديت من الطابق اللي فوق للطابق اللي فيه الناس ديت، نزلت في وسط الصينية او المنصة بنت قاعدة في النص في وسط الاكل وساكتة. فغورنغ استغرب وبدأ يتكلم معاها بس هي ما كانتش بترد. تريماجاسي الرجل العجوز بدأ يفهمه انها اسمها مهاجمي، فقدت بنتها ما بين الطوابق وبتدور عليها، وانها اصيبت بالجنون من ساعة ما فقدت بنتها، وبتقتل اي حد يعترضها. بعد شهر بيلاقوا نفسهم اتنقلوا لطابق 171. الطابق 171 يعتبر من الطوابق اللي في النص، ولكنه ما بيبقاش فيه اكل، لانه قبل ما يجيلك الاكل بيكون مر على 171 غرفة او زنزانة. اللي حصل بقى ان هم دخلوا الزنزانة ديت 171، بدأ ما يكونش فيه اكل. كل يوم يعدي 2 3 بدأ الراجل العجوز يفكر ان هو ياكل زميله، فقال له انا مضطر ان انا اكلك، وكتفه في السرير وكان معاه سكينة محتفظ بيها، وقال له انا مش هموتك، انا هاكلك او هاخد منك حتة كل يوم وهاكلك معايا، وانا مضطر اعمل كده لان انا راجل عجوز مش هقدر استحمل الجوع، انما انت ممكن تستحمل الجوع، ولو سبتك مفكوك انت هتيجي في يوم بعد ما الجوع يقرصك هتيجي انت بنفسك وتيجي تذبحني وتاكلني، فلازم اكلك قبل ما تاكلني. ففعلا بيكون ربطه في السرير وبيبدأ يقطع منه جزء، ولكن في اللحظة ديت بيفاجأ بان مهاجمي نازلة من فوق على الصينية. مهاجمي البنت اللي بتدور على بنتها، فهجمت على الراجل العجوز وذبحته موتته وفكت غورنغ. بعد شهر بيتم نقل غورنغ لطابق اعلى. غورنغ بيتنقل بعد كده في زنزانة جديدة، وبيلاقي نفسه مع نزيلة جديدة اسمها ايموجيري. هو افتكرها، هو شافها اول ما دخل السجن، هي اول واحدة استقبلته في السجن، هي شغالة في السجن. بدأت ايموجيري تحكي له قصتها بانها كان عندها سرطان، وده اللي خلاها تيجي وتشتغل في السجن، لانها كانت حابة تثبت او تعلم الناس ان التكافل ممكن يعيشوا بيه، ممكن يعيشوا بالتكافل وبعدم الانانية، وده اللي حابة توصله من خلال شغلها جوه السجن. ووجودها معاه في الزنزانة ده من اختيارها مش غصب عنها. ايموجيري كل يوم بتحاول تقنع الناس اللي في الطابق اللي تحتيهم انهم ياخدوا على قدهم في الاكل، يعبوا طبقين اكل على قدهم وياكلوا منه، ويسيبوا باقي الاكل كويس ونضيف للناس اللي تحتيهم. الناس اللي تحتيهم تحت ايموجيري ما بيسمعوش الكلام، كل مرة بيردوا عليها بأنانية وبيردوا عليها باستهزاء، وبياكلوا على أكبر قدر ممكن، وبيهملوا في الأكل وبيسيبوا قاذورات في الأكل وبيسيبوه ينزل للناس اللي بعديهم بالشكل ده. ايموجيري بتحاول معاهم كل يوم، بتقول لهم كل يوم، لكن ما بيسمعوش وبيستمروا على أفعالهم دي. لكن غورنغ بعد ما شاف الموقف دوت قرر ان هو يتعامل معاهم بطريقه مختلفه. قرر ان هو يهددهم، قال لهم لو انتوا ما عملتوش كده ان انتوا تاكلوا على قدكم وتنزلوا الاكل للناس اللي بعدكم نضيف وكافي، انا هبوظ لكم الاكل قبل ما يوصل لكم، بما ان انا قاعد في الدور اللي فوقيكم فالاكل بيوصل لي الاول. لو ما سمعتوش الكلام انا هبوظ لكم الاكل دوت وهعمله لكم قاذورات، فانتم مش هتلاقوا حاجه تاكلوها. ففي اللحظه دي بس الناس سمعت الكلام، في اللحظه دي بس بداوا يستوعبوا وبداوا يحترموا نفسهم. وكأن هنا رساله بتقول لك انه اوقات كتيره ان التهديد وعدم النقاش هو الحل. ايموجيري كانت دايما بتحاول انها تنصح المساجين بانهم يبقى عندهم تكافل ما بينهم، وانهم يبصوا لبعضهم بعدم انانيه. محاولاتها كانت كتيره جدا، ولكن في النهايه هي قررت انها تنتحر. انتحرت وسابت جسدها لغورنغ ان هو ياكله عشان ما يموتش ويقدر يعيش لنهاية المدة بتاعته جوه السجن، واللي هي كانت تقريبا 6 شهور. بعد انتحار ايموجيري اتنقل غورنغ لطبقة تانية، ولقى هناك زميل جديد اسمه بهارات. بهارات كان مجهز معاه حبل قوي وجديد، وكان بيحاول دايما يكلم السجناء اللي فوق، السجناء اللي فوق وفي الزنزانة اللي فوق من الفتحة، يكلمهم يقول لهم حاولوا تشدوني، يبعت لهم الحبل ويقول لهم شدوني عشان اطلع للطابق اللي فوقيكم. هو كان في الدور رقم 6، والدور 6 يعتبر مكان يعني في الطبقات العليا، انت كده من الطبقات العليا في السجن. فكان امله ان هو يقدر يطلع الخمس 6 طبقات دول ويهرب من السجن، فكان بيطلب من الناس اللي فوق انها تشده، ولكنهم كانوا بيرفضوا وكانوا بيستهزئوا بيه. قرر غورنغ مع بهارات ان هم ينفذوا فكرة معينة. الفكرة دي كانت جاية من غورنغ. قال له طيب انا في فكرة عندي ان احنا ننزل مع الاكل كل يوم. هو بينزل بما ان احنا في الطابق رقم 6 فبيجي لنا الاكل تقريبا كامل ونضيف، فننزل مع الاكل ويكون معانا سلاح،
يكون معانا سلاح او آلة حادة ننزل بيهم مع الاكل ونتعامل مع السجناء اللي في الادوار اللي تحتينا، ونعطي كل واحد فيهم نصيبه بالتحديد ونصيبه العادل من غير ما ياخد كمية اكبر، عشان نقدر نوصل لطبقات اللي تحت خالص ونديهم نصيبهم من الاكل. بالطريقة ديت نقدر نحط نظام للسجن جديد يحل مشكلة السجناء ويحل مشكلة الانانية اللي موجودة في المكان، ويحل مشكلة الناس اللي تحت خالص اللي ما بيوصل لهمش اكل، واكيد منهم ناس كتير بتموت. بيبداوا فعلا ينفذوا الفكرة دي، بيبداوا ينزلوا الطابق الاول ويدوا الناس الاكل، وساعات كان الناس بتعترض. في البداية بدأوا يتبعوا اسلوب الاقناع، بدأوا يقنعوهم، ولكن اللي كان بيعترض بيبدأوا يستخدموا معاه العنف. ما كانش في طريقة معاهم غير انهم يستخدموا العنف، لان دي كان في لحظات بقاء. الناس ما عندهاش استعداد انها تفكر في غيرها، هم بيفكروا في نفسهم بس في اللحظة دي وبشكل اناني جدا. فبدأوا ينزلوا زنزانة ورا زنزانة ورا زنزانة ويوزعوا الاكل بالعدل، وكل زنزانة بيديهم الاكل المخصص ليهم اللي هو مثلا طبقين. بينزلوا زنزانة والناس ترفض او تقبل على حسب الظرف بيتعاملوا. لو الناس قبلت الدنيا بتمشي، لو الناس بدأت ترفض بيبدأوا يتعاملوا بعنف، وعنف كان شديد. فبينزلوا لتحت اكتر، وكل ما ينزلوا اكتر بتسوء الاوضاع تحت اكتر، والنزلاء اللي عايشين والسجناء اللي عايشين تحت حالتهم بتبقى اسوأ، لحد ما بيوصلوا لطبقة فيها راجل عجوز حكيم قاعد قال لهم هو ايه اللي انتوا بتعملوه دوت؟ الحل انكم توصلوا رسالة للإدارة. الرسالة ديت انك تحافظوا على طبق من الاطباق ديت، تحافظوا على طبق حلويات ويكون شكله أنيق جدا، طبق حلويات محدش يلمسه من السجناء، وتعدوا بيه على كل الطوابق من غير ما حد يلمسه، وتبدأوا تبعتوا المنصة او الصينية ديت بالطبق دوت للإدارة فوق. وهم لما يلاقوا الطبق وصل لهم بشكل أنيق ونظيف ومحدش لمسه، هيوصل لهم رسالة بانه السجناء يقدروا يعيشوا بدون تحكم، ويقدروا يتحكموا في نفسهم بدون الحاجة للسجن ده. وده الخلاص والطريقة الوحيدة اللي هم يقدروا يخلصوا بيها من السجن ده والنظام دوت. بيسمعوا كلامه وبيبدأوا يحضروا الطبق دوت افضل طبق حلويات موجود، وبدأوا ان هم يحافظوا عليه من اي حد من السجناء اللي هم بيعدوا عليهم، لان خلاص الاكل خلص وبينزلوا مفيش اكل غير الحلويات ديت. فساعات بيدخلوا في عراق وحاجات كده عشان يقدروا يحافظوا عليه، وعنف شديد بيحصل بسبب ان مفيش اكل خالص غير ده. فبدأوا ينزلوا بشكل فيه اكشن كتير وعنف كتير، وبينزلوا لحد ما يوصلوا تحت خالص لحد اخر طبقة تحت اللي هي 333. لما بينزلوا 333 ما بيلاقوش تحت غير بنت صغيرة طفلة مستخبية في الطابق دوت. بيتذكر غورنغ ان كان في حد بيدور على بنته، او ست كانت بتدور على بنتها، او بنت او شابة كانت بتدور على بنتها اللي هي اسمها ايموجيري، يا رب كنا نطقتها صح، ايموجيري. غورنغ وبهارات لما وصلوا للطابق اللي تحت خالص اللي هو 333 لقوا البنت اللي موجودة تحت او الطفلة جعانة جدا، وكان ما معهمش اكل تاني غير الطبق الحلويات اللي هم محافظين عليه اللي عايزين يبعتوه للإدارة، وان الطبق الحلويات ده هو الحل الوحيد عشان يخلصوا من النظام دوت ويغيروا الحال اللي موجود في السجن ده بشكل عام ويخلصوا المساجين كلهم. ولكن هنا البنت جعانه ومعهمش اكل غيره، فقرروا وفكروا وقرروا ان هم يدوا الطبق دوت للبنت لانها جعانه جدا. وساعتها ادوا الطبق للبنت، والبنت بدأت تاكل. اكلت البنت وشبعت. بعدها بهارات كان بيتألم بشدة لانه من كتر المعارك اللي مر بيها على مر الادوار كان في اصابات كتير عنده، اتألم بشدة ومات بهارات. وفضل هنا غورنغ والطفلة الصغيرة والمنصة او الصينية ديت. غورنغ فعلا بيحط البنت على المنصة او على الصينية ديت وبيبدأ في ارسالها، او هي الصينية لوحدها بتبدأ تطلع. الصينية بتبدأ تطلع بسرعة 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 ما بين الطوابق وما بتتوقفش، وهنا بينتهي الفيلم. للعلم الجزء الثاني المفروض هينزل في شهر اكتوبر اللي جاي 2024. الفيلم مليان رموز ورسائل فلسفية واجتماعية عميقة. المخرج غالدير غاستيرو قدر يوصل لنا حالة عميقة جدا من الرعب ومن التفكير والإثارة والغموض. استخدم لنا عالم قاسي جدا عشان يعرض لنا قضية معقدة مثيرة للتفكير. واحد من الرسائل المهمة اللي كان بيوصلها هو نقده الحاد للطبقية
وعدم المساواة في المجتمع. السجن العمودي في السجن هو رمز للنظام الاقتصادي والاجتماعي اللي مش عادل. النزلاء في الطوابق العليا بياخدوا كل حاجة وبيسيبوا الفتات للنزلاء اللي في الطوابق اللي تحتيهم. الفيلم بيوضح لنا ان ازاي الاغنياء بيستحوذوا على الثروات بشكل غير عادل وبيسيبوا الفتات للباقيين في الطبقات الدنيا في المجتمع، والفقراء يبداوا يعانوا. الفيلم بينقد النظريات المتوحشة للرأسمالية اللي بتدعم تركيز السلطة والثروة في ايد قلة من الناس. النظرية دي بتقول ان النمو الاقتصادي بيجي لما ندي الاغنياء حرية كبيرة في انهم يعملوا ارباح ضخمة وكبيرة. ملحوظة بس بسيطة، انا بتكلم عن القضايا وتحليل الفيلم، انما رأيي هقوله في اخر الفيديو في فكرة الفيلم بشكل عام وفي القضايا اللي بيطرحها. استكمالا للفكرة الاقتصادية، ده بيخلق فجوة كبيرة ما بين الفقراء والاغنياء. الفيلم برضو بيتناول فكرة الانانية في المجتمع. في الاوضاع الصعبة الناس بتلجأ للانانية عشان تضمن بقائها، وده شفناه بوضوح في تصرفات النزلاء في الطوابق المختلفة. كل واحد كان بيحاول ياخد اكبر قدر ممكن من الاكل من غير ما يفكر في اللي بعده. نظرية البقاء للاقوى بتقول ان الناس في الاوضاع الصعبة بتميل لتفضيل نفسها على الاخرين، على رأي توماس هومس الفيلسوف الانجليزي لما قال ان الحياة في حالتها الطبيعية بتكون وحشية قصيرة وهمجية، وان الناس محتاجة قوانين عشان يعيشوا في سلام. بالرغم من كل الظلام والكآبة اللي في الفيلم ده، انما في رسائل عن الامل والتضحية. غورنخب في النهاية بيقرر ان هو يضحي بنفسه عشان الطفلة الصغيرة اللي بتكون رمز للامل في مستقبل افضل. بيقرر انه يفضل في الطابق اللي تحت خالص ويبدأ يرسل البنت، رغم ان ده فيه خطورة لان الطابق اللي تحت معناه انه غالبا مش هيلاقي اكل بعد كده. ده بيورينا انه في دايما إمكانية للتغيير والتحسين حتى في أسوأ الظروف. الفيلم برضو بينتقد النظام البيروقراطي اللي بيعتقد إنه بيحافظ عن العدالة، إنما هو في الحقيقة بيخلق نوع من الظلم والمعاناة. في الفيلم إيموجيري اللي كانت شغالة في الإدارة اكتشفت إن النظام اللي هي كانت بتدافع عنه مش عادل وإنه سبب معاناة للنزلاء. الفيلم برضو كان مليان رموز بصرية قوية. المنصة أو الترابيزة كانت رمز للثروة والموارد اللي بتنزل من أعلى لأسفل. النزلاء طبعا بيمثلوا الناس في المجتمع اللي بيكافحوا عشان يعيشوا. الألوان الخافتة والقاتمة كانت بتعكس جو الكآبة في السجن. وعلى رأي الفيلسوف سارتر لما قال إن الإنسان محكوم عليه بالحرية وإن الظروف الخارجية بتشكل تجربته. السجن بيوضح إن الناس في السجن بيكونوا مضطرين يتصرفوا بطريقة معينة بسبب الظروف اللي حواليهم. لو هتكلم عن رأيي الحقيقي في الفيلم دوت، أكيد إنه الفيلم بيتناول قضية حقيقية، فكرة الطبقية في المجتمع وفي أي مجتمع. على فكرة مش بس مجتمعاتنا، الفيلم أسباني فالمفروض إن هم أسبانيين وبيتكلموا على كده وهم في أوروبا، فالفكرة ديت هي فكرة إنسانية موجودة في كل مجتمع. أنا بالنسبة لي شايف إنه الفكرة بس إنه في الفيلم ده اتكلموا بزيادة على إن الشخص مسلوب الإرادة. حقيقي إن إحنا ممكن نتولد في مكان نلاقي نفسنا في مكان فقير أو في دولة فقيرة، وغيرنا بيتولد في دول غنية. مثلا واحد اتولد في أسرة لها إمكانيات كبيرة وواحد العكس. إنما الفيلم بيتكلم على إننا مسلوبين الإرادة تماما وإن إحنا مظلومين ومقهورين والأمور دي كلها. إنما الحقيقة إنه الإنسان في إيديه إن هو يعدل كل ده، يعدل مصيره. صحيح إنه عنده صعوبات أكتر اللي بيتولد تحت، وده مش كلام مثالي. اللي بيتولد تحت محتاج مجهود أكبر وشغل كبير قوي، وفرصة إنه يوصل لمنطقة عالية قوي بتبقى قليلة لأنه محتاج يشتغل في الجزء اللي تحت الأول. إنما اللي بيتولد فوق شوية وبدل مجهود كمان شويه فبيوصل منطقه اعلى، اللي تحت صعب ان هو يوصل لها لانه محتاج وقت وزمن عشان يوصل لها. ده كل ده حقيقي، انما مش معناه ان احنا مسلوبين الاراده تماما. لا، احنا عندنا خيارات كتير. صحيح انه ساعات مهم ان احنا نعرض القضايا بشكل قاتم وبشكل مبالغ فيه شويه عشان نقدر نوصل المعلومه او نوصل الفكره او الرساله اللي احنا حابين نتكلم فيها. شكر كبير طبعا للمخرج والممثلين اللي قاموا بالادوار، لان الادوار فعلا كانت معموله كويس قوي، وكل حد قدر يوصل لنا التطور في الشخصيه، ازاي بدات وازاي المعاناه، وعكس لنا الصراع الداخلي والصراع الخارجي. كل ده وصل لنا بشكل مناسب وشكل جيد جدا. باذن الله تكون المراجعه عجبتكم، واستنوني بقى يا ابطال في مراجعه جديده وفيلم جديد. وسيبوا لي رايكم في التعليقات، اهم حاجه حطوا لي رايكم في التعليقات، في رايكم في المراجعه، رايكم في الفيلم ده لو انتوا اتفرجتوا عليه، وانتوا هل مستنيين الجزء الثاني من الفيلم ده اللي هينزل في شهر اكتوبر السنه ديت. يلا حط لايك واشتركوا في الاماكن اللي انا موجود فيها، فيسبوك وانستجرام وتيك توك. سلام يا ابطال.